الكركديه الساقع. هنستخدم الكولد برو لان الكولد برو بيبقى فيها المصفى بتاعتها، فبنقدر ان احنا نستخدم المشروب على طول جاهز بدون ما نصفيه. هنحط فيه الكركديه بعد ما نغسله. هننزل عليه بالمية السخنة. هنغطيه ونسيبه منقوع من نص ساعة لساعة. هنشيل المصفى من الكولد برو، وفي السليم لاين بتاعتنا هنحط الكركديه وهنخففه للون اللي احنا عايزينه. بعد كده هنحط عليه السكر. هنقفل السليم لاين وهنرجها عشان يبقى كده بنقلب السكر اللي جوه. هنرجها كده مرتين 3 وهنحطه في باب التلاجة. وفي الكوباية الجاهزة بالتلج هنصب الكركديه بتاعنا، وكده كركديه جاهز للشرب وبالهنا والشفا.